السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف والله ان انا بغيب كتير من شهر 10 اللي فات ولحد الايام اللي فاتت دي ولحد دلوقتي الواحد بيمر بفترة وحشة. فعشان كده انا مش عارف ان انا انتظم، بس اوعدكم ان كل ده ان شاء الله يتصلح في القريب العاجل او اوريدي هو بيبتدي يتصلح. خش على الفيديو. عندنا في مصر اشهر معالجات والاكثر استخداما هي معالجات انتل. قليل لما تلاقي حد بيرشح او حد بيشتري بروسيسورات رايزن، بالرغم من انها بتقدم قيمة مقابل سعر حلو جدا جدا جدا. ولو دخلت على ماركت بليس او سوق المستعمل في مصر هتلاقيهم بيتباعوا برخص التراب. بورد رايزن غالية شويتين تلاتة بس عشان قابلية التطوير. عندك بورد زي البي 450 دي بتدعم من الجيل الاول لحد الجيل الخامس من معالجات رايزن، وغير كده المنصة داعمة للدي دي ار 4 من الجيل الاول كمان. فهي افضل اختيار لو بتدور على تجميعة موجهة للالعاب وناوي تطور فيها قدام، وخصوصا لو ميزانيتك محدودة ومش هتقدر تجيب كارت شاشة خارجي مع التجميعة، فهتقدر تتعكز بشكل او باخر على الاي بي يو او كروت رايزن الداخلية. بس في الفئة الاقتصادية انت عندك اختيارين: يا كيس استيراد بكارت خارجي او تجميعة بكارت داخلي. اللي معرفنيش فانا كمبيوترانج احمد وحيد، وبقدم محتوى عن عالم البي سي والتجميعات، وبعمل من المحتوى ده اتنين: يا فيديو هدفي الاساسي منه اديك معلومه تفيدك، او فيديو ترفيهي في نفس المجال. فاعمل اشتراك في القناه ولايك للفيديو، ولو انت بتتفرج على فيسبوك فاعمل شير ولايك للفيديو، وما تنساش تخش على التيك توك بتاعي هتلاقي فوق ال 50 فيديو فيهم حاجات فعلا هتهمك، وباخد لفه في جروب الكمبيوترانجيه على التليجرام هتتبسط. كل اللينكات تحت طبعا في اول كومنت. كنت نزلت بوست على منتدى القناه غرضه اجاوب على الاسئله اللي بتتسال لي في الشورتس، فكان في سؤال بيقول: اجيب كيس استيراد جيل رابع ولا تجميعة بكارت داخلي من رايزن او اي بي يو؟ عايز اقول لكم ان انا كنت عملت شورت في الاجابه، وكان هينزل على القناه وعلى التيك توك، وبالفعل صورته وجاهز على المونتاج، بس تراجعت عن الفكره عشان لقيت ان الاجابه فيها تفاصيل كتير قوي وصعب تختصر او تتقال في ريلز او شورتس. حتى فايلات الريل لسه عندي على الجهاز. انا افضل لي وبالنسبه لي ان انا اصدعكم بفيديو طويل في الاجابه باداء التفاصيل، ولا اني ارمي كلمتين في شورت او ريل وشكرا. فلو فرضا الفيديو ده طول شويه استحملوني وتاكدوا ان انتوا تطلعوا منه مستفادين. خليني اديكم نبذه صغيره عن بروسيسورات رايزن بقت موجوده في سوق المعالجات من 2017، وزي انتل رايزن 3 ورايزن 5 ورايزن 7، وفيما بعد بقى في رايزن 9. بالنسبه بقى للاجيال بتاعه البي سي او الديسكتوب مش اللابتوب، معانا من رايزن جيل اول ورايزن جيل تاني ورايزن جيل تالت ورايزن جيل رابع ورايزن جيل خامس ورايزن سابع ورايزن جيل تاسع، ومعانا معماريات من اول زين 1 لحد زين 5. والسوكت اللي كان بيستخدم في معالجات رايزن لحد الجيل الخامس هو سوكت الاي ام 4، وفي اخر الجيلين اللي هما السابع والتاسع بقى في سوكت جديد الا وهو الاي ام 5. ومع الجيل التاسع تحديدا شفنا المعماريه الجديده اللي هي زين 5. من مميزات رايزن قابليه كسر السرعه واللي هي افضل من انتل، وكمان كارت الشاشه الداخلي او الاي بي يو. بس خد بالك لازم تكون جايب بروسيسور من فئه الجي. اي بروسيسور من رايزن ما فيهوش الحرف ده يبقى ما فيهوش كارت الشاشه داخلي، فساعتها حتما ولابد لازم تجيب ان شاء الله جي تي 210 عشان الجهاز يجيب صوره. خلينا نشوف ايه حكايه كروت رايزن الداخليه دي من الاجيال الاوليه ولحد اخر اجيال. لما تبقى محتار تفضل بروسيسور بكارت داخلي في تجميع ولا كيس استيراد بكارت خارجي ايا مكان الجيل، لازم تشوف مقارنات بين الكارت الخارجي اللي في كيس الاستيراد والكارت الداخلي اللي هو في معالجات رايزن والواقع الاختيار عليه. خلينا ناخد الموضوع بشكل اقتصادي ونبص على الاجيال الاوليه من رايزن، ونبدا من الجيل الثاني مثلا ونشوف الرايزن 5 2400 جي، واللي انا مختاره بناء على انه ارخص وافضل قيمة مقابل سعر من رايزن، واللي هو ممكن تقدر تبدأ بيه لو انت لسه جديد في تجميعات رايزن او لسه جديد في التجميعات عامة والميزانية على القد ومش هتكفي شراء كارت خارجي، لانه بيجي بكارت داخلي واللي هو الفيجا 11، واللي لو جينا قارناه باقل كارت مدعوم عن انفيديا حاليا واشهر كارت في السوق واللي هو ال 750 تي اي، هنلاقيهم قريبين من بعض في اداء الالعاب اللي مش متطلبه على 1080 على اقل اعدادات، ويبان تفوق الكارت الخارجي على الكارت الداخلي طبعا في اغلب الاحيان. بس احنا هنا بنتكلم على بروسيسور بكارت داخلي عامل في حدود 3000 جنيه، قصاد ان ال 750 تي اي للاسف حاليا وصل في السوق ل 2000 جنيه وبيوصل ل 2000 ونص، وهو بصراحه كارت ما يستاهلش السعر ده عشان قديم جدا ودايركت اكس 11 و2 جيجا.
2 جيجا في 2025 اللي هو كارت من 2014. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه؟ مر عليه 11 سنه، عمر بني ادم مر عليه. فانا لما الاقي تجميعه بتيجي ببروسيسور وكارت داخلي مديني اداء مقارب لاداء كارت خارجي منتهي او حتى اقل منه، اكيد هفضلها وهشتريها. كفايه دعم الفيجا 11 للدايركت اكس 12. بس خد بالك انا كلامي تمحور كله على كارت الشاشه، لسه ما اتكلمتش عن البروسيسور. انا مختار بروسيسور يعتبر حاليا اكتر خيار اقتصادي واقل حاجه تشتريها من معالجات رايزن للالعاب، وهو الرايزن 5 2400 جي زي ما قلت. ولو جيت بصيت على مقارنات للبروسيسور ده مع منافسين زي الاي 5 9400 اف والاي 3 10100 اف والاي 7 7700، هتلاقيهم قريبين من بعض في الاداء، ويمكن بروسيسورات انتل بتتفوق في بعض احيان. بس بما ان الاداء متقارب، ففي حاله انك لقيت كيس استيراد بالبروسيسورات دي او ما يعادلهم وقريب من رايزن في الاداء او اعلى منه، وكارت خارجي اقوى من الفيجا 11 اللي هو اي كارت من انفيديا اعلى من ال 750 تي اي، يعني هقول لك روح للاستيراد، بس لو مش في دماغك تطوير لقدام. انما لو لقيت كيس استيراد اقل من الجيل الثامن او التاسع كاي 5 او جيل سابع كاي 7 او جيل عاشر كاي 3 بكارت زي 750 تي اي فما اقل، وقصادها تجميعه من رايزن جيل تاني بكارت الشاشه فيجا 11، هقول لك روح لرايزن عشان البروسيسور هيكون اقوى في الحاله دي. والكارت الداخلي زي ما قلت مش هيفرق كتير عن الكارت الخارجي لو 750 تي اي او اقل طبعا. وبمناسبه تجميعات رايزن، فسبونسر الفيديو دوت هو اي جي كمبيوترز. اي جي كمبيوترز ستور متخصص في بيع التجميعات بمختلف امكانياتها. هتلاقي تجميعات رايزن وتجميعات انتل وكارت شاشه من اختيارك. بتختار التجميعه اللي انت حاببها، وبتختار من هنا كارت الشاشه اللي مناسب لميزانيتك واللي انت حابه. وده لان متوفر عندهم كمان كروت شاشه من الكروت الاقتصاديه لحد الكروت الهاي اند شويتين ثلاثه، بضمان ما بيهزرش. 6 شهور ضمان على كروت الشاشه وضمان سنه على التجميعات. بس ما تنساش تبص على سياسات الضمان والاسترجاع عشان تضمن حقك. ومتاح شحن للمحافظات، وليك كودين خاصين بالكمبيوترنجيه بس هتلاقيني سيبهم لك في الوصف تحت، هما ولينك موقع ستور اي جي كمبيوترز. لو هتجرب تجميعات رايزن ما انصحكش برايزن 3 لانهم يعتبروا ضعاف جدا في الوقت الحالي قصاد معالجات انتل، او هنقدر نحطهم في مقارنه مع جيل رابع مثلا. احنا بنرجع ورا قوي. انا كلامي دلوقتي على الاجيال الاولانيه من رايزن زي الرايزن 3 2200 جي والرايزن 3 3200 جي، فهينطبق عليهم نفس الكلام. لو لقيت كيس استيراد بجيل رابع وبكارت كويس روح له، وما تروحش الرايزن 3، الا لو في امكانيه ان انت تعلى الرايزن 5 او رايزن 7. في الحاله دي ولع في الرابع. وده عشان فئه رايزن 3 بتيجي بكارت شاشه فيجا 8، وده ضعيف جدا. بس خد بالك ان الفيجا 8 اللي في رايزن 3 غير الفيجا 8 اللي في رايزن 5 5600 جي. اللي في رايزن 5 5600 جي اقوى من الفيجا 11 اللي موجود في الرايزن 5 2400 جي. فالموضوع مش معتمد على الرقم الاكبر، لكن معتمد على حداثه الجيل اللي هجيب منه المعالج. وان كل ما كان الجيل احدث كل ما كان اداء الكارت الداخلي احسن وافضل المفروض. ما تنسانيش في متابعه ولايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان فعلا الواحد بيتعب عشان يقدر يقدم محتوى يفيد بيه غيره. فتقديرك البسيط ده وكومنت حلو منك بيهون عليا التعب ده كله. وانا اسف تاني مره على التاخير. هتلاقي في اول كومنت تحت لينكات لكل اكونتاتي تيك توك انستجرام فيسبوك، تابعني عليهم لو حابب. وخد لفه في جروب الكمبيوترنجيه على التليجرام لانك هتتبسط. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وفولو كمبيوترنجي.